مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم من نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة، يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إصابة مواطنين بفيروس كورونا اليوم. مؤسسة التأمينات الوطنية تسجل تطورا ملموسا في إجراءات السلامة. متسابقان إريتريان يحققان المركزين الخامس والثامن في الجولة الخامسة من طواف إيطاليا. هجوم إسرائيلي بصواريخ على محيط بلدة بجنوب سوريا. والصين تحذر سفينة حربية أمريكية أثناء عبورها مضيق تايوان. ماركوس الابن يفوز بانتخابات الرئاسة الفلبينية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أوضحت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مركز الفحص في مدينة بارنتو في إقليم القاشبركة إصابة مواطنين بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مريض واحد كان يتلقى الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 9740. شفي منهم 9632 وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال يتلقى 5 من المصابين بالوباء الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 11 من مايو 2022. دعت سلطة الغابات والحياة البرية المواطنين والجهات المعنية للعمل بالتركيز على أنشطة التشجير وحماية التربة وحفظ المياه بمناسبة 15 من مايو اليوم الوطني للحملة الخضراء. وبموجب ذلك دعت وزارة الزراعة وسلطة الغابات والحياة البرية الإدارات والطلاب والمؤسسات الحكومية والاتحادات وغيرهم للقيام بأعمال رعاية الأشجار المغروسة في مناطقهم والأماكن الترفيهية والشوارع والطرقات، وإعداد حفر لقرص الشتول في الفترة من 11 وحتى 15 من مايو. الجدير بالذكر فقد أعلنت الحكومة الإريترية في شهر مايو عام 2006 بدء برنامج الحملة الخضراء تحت شعار مساعي حثيثة لإنجاح الحملة الخضراء، وذلك بهدف إعادة الغطاء النباتي ومكافحة تعرية التربة الناجمة عن الطبيعة وصنع الإنسان وإعادة التنوع الأحيائي للحياة البرية. ومنذ تلك الفترة حدد 5 من مايو كيوم وطني للحملة الخضراء. أعلنت مؤسسة التأمينات الوطنية تسجيل تطور ملموس في التأمين على الحياة. وقال المدير العام للمؤسسة سيزر والميكيل بأن الدخول في التأمين على الحياة كان قليلا جدا في الفترة الماضية بسبب المدفوعات المطلوبة، وقد تم من عام 2019 إدخال التأمين الجماعي بمدفوعات قليلة وتعويض كبير. ودخل في التأمين حتى الآن أعضاء وزارات الإعلام والتعليم والزراعة والعمل والرعاية الاجتماعية والأراضي والمياه والبيئة وجمعيات النضال وغيرهم. وذكر بأن الشخص المؤمن على حياته يقدم له في حال الوفاة المرضية من 60,000 إلى 75,000 نقفة، ويتضاعف التعويض لأسرته في الوفاة بالحوادث. وقدمت المؤسسة حتى الآن تعويضا بحوالي 19 مليون نقفة. وأوضح بأن مؤسسات التأمين وإعادة التأمين تتجنب إدخال الأشخاص الأكبر من عمر 60 عاما في التأمين إدراكا للخسائر التي قد تحدث، إلا أن مؤسسة التأمينات الوطنية الإريترية تعتز بإدخال هذه الأعمار في التأمين. وأشار إلى تنمية قدرات الأعضاء بالمشاركة في التحقيقات التي شارك فيها 1000 خبير على مستوى إفريقيا ومجيء عضوان في المؤسسة ضمن المراتب العشر الأولى العام الماضي وهذا العام. هذا وقد بدأت مؤسسة التأمينات الوطنية الإريترية أعمالها عام 1991 برأس مال قدره 5 ملايين، ويبلغ رأس مالها حاليا 105 مليون نقفة، وهي مؤسسة مساهمة تقدم أكثر من 45 نوعا من خدمات التأمين. حقق الدراجان الإريتريان بنيام جرماي وناتنايف سهاتسين إنجاز غير مسبوق على مستوى إريتريا والقارة الإفريقية بدخولهما ضمن العشرة الأوائل في الجولة الخامسة من طواف إيطاليا. وفي الجولة الخامسة التي جرت لمسافة 174 كيلومترا وانتهت بفوز الفرنسي أرنود ديمار، جاء الدراج الإريتري بنيام جرماي خامسا والدراج الإريتري ناتنايف سهاتسين ثامنا. وجاء الدراج الإريتري مرهاو قدوس عضو فريق EF Education Easy Post في المركز 65 دون خسارة الوقت. وكان الدراج بنيام جرماي عضو فريق انتر مارشي البلجيكي قد جاء ثانيا في الجولة الأولى ورابعا في الجولة الثالثة. هذا ستجرى يوم غد المرحلة السادسة لطواف إيطاليا الخامسة بعد 100 لمسافة 192 كيلومترا.
نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة معرض الكتاب في كرن في الفترة من السادس وحتى الثامن من مايو لترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع عامة والشباب خاصة. وقال مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في فرع الاتحاد بإقليم عنسبة السيد النور أحمد في المعرض الذي افتتحه حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى بحضور رئيس الاتحاد السيد صالح مدين بأن المعرض له إسهام كبير في ربط الشباب مع الكتب والكتابة وتقوية علاقة الشباب بالمكتبات. وأشار إلى تنظيم ورشة عمل بمشاركة الشباب المعلمين والمواطنين من ذوي الخبرة في القراءة، وكذلك القيام بحملة توعية شارك فيها أولياء الأمور والطلاب والشباب العامل، مشيرا إلى العمل الجاري لتطوير أندية القراءة في المدارس وتنظيمات عمال المؤسسات العامة. كما أوضح وجود برنامج لتنظيم معارض مماثلة في كل المديريات. وقال أصحاب المكتبات بأن البرنامج له أهمية كبيرة في ربط الجمهور بالكتب وتنمية ثقافة القراءة، وناشدين الجميع للمساهمة في تقديم الكتاب بأسعار مناسبة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية السانة أن إسرائيل نفذت اعتداء بالصواريخ على محيط ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وقالت الوكالة أن إسرائيل استهدفت بالصواريخ محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، مضيفة بأن القصف أسفر عن أضرار مادية فقط. وخلال السنوات الماضية شنت تل أبيب عشرات الهجمات الجوية على سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني حسب الرواية الإسرائيلية. ونادرا ما تعترف تل أبيب بتنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل التصدي لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري بالقرب منها. قال الجيش الصيني أنه راقب سفينة حربية أمريكية كانت قد أبحرت عبر مضيق تايوان، وحذرها وهي واقعة حدثت بعد تنفيذ الصين تدريبات بالقرب من الجزيرة. وأفاد الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية بأن المدمرة بورت رويال المزودة بصواريخ موجهة قامت برحلة روتينية عبر مضيق تايوان في المياه الدولية وفقا للقانون الدولي، وهي ثاني مهمة من نوعها خلال أسبوعين. وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمثل هذه الرحلات مرة واحدة تقريبا في الشهر، مما يثير غضب الصين، إذ تعتبر ذلك دلالة على دعم تايوان التي تقول بكين أنها أرض صينية. وقالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني في بيان لها أن قواتها راقبت السفينة طوال الوقت وحذرتها. بات من شبه المؤكد فوز المرشح بانتخابات الرئاسة الفلبينية فرديناند ماركوس الابن بأغلبية ساحقة بعد فرز 98% من الأصوات الصحيحة في إحصاء غير رسمي بعد حصوله على نحو 31 مليون صوت، وهو ما يقارب ضعف ما حصلت عليه منافسته ليني روبرديوس. وطلب ماركوس في أول تصريح له بعد إعلان تلك النتيجة الجميع بالحكم عليه بناء على أفعاله وليس بناء على تركة أسلافه، وقال أنه يتطلع للتعاون مع الداخل والخارج بما في ذلك الشركاء والمنظمات. ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية قرب نهاية مايو الجاري، وبإعلان تلك النتائج تكون قد وصلت عائلة ماركوس إلى السلطة بعد 36 عاما من الثورة الشعبية التي أطاحت بوالد ماركوس. كما أظهرت النتائج فوز سارا دوتيرتي كاربيو، وهي ابنة الرئيس المنتهية ولايته رودريغو دوتيرتي بمنصب نائب الرئيس، حيث كانت قد عقدت تحالفا مع ماركوس الابن قبل الانتخابات. في الخبر الأخير، أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تهدد الدول الأخرى حول العالم، وأن الوضع في أوكرانيا يهدد أمن الطاقة والغذاء عالميا. وفي حديث لقناة RTVE الإسبانية، قال فرنانديز الذي يزور مدريد حاليا: هنالك العديد من الدول في قارتي تقع تحت وطأة الكثير من المخاطر بسبب الوضع الحالي. وأضاف: أردت أن أعرف نظرة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، كما أن التحدث مع الملك فيليب السادس مفيدا جدا. وتابع أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا نعاني منها جميعا. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إصابة مواطنين بفيروس كورونا اليوم. مؤسسة التأمينات الوطنية تسجل تطورا ملموسا في إجراءات السلامة. متسابقان إريتريان يحققان المركزين الخامس والثامن في الجولة الخامسة من طواف إيطاليا. هجوم إسرائيلي بالصواريخ على محيط بلدة بجنوب سوريا.
والصين تحذر سفينة حربية أمريكية أثناء عبورها مضيق تايوان. ماركوس الابن يفوز بانتخابات الرئاسة الفلبينية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة ودمتم بألف خير.